الأستاذ عبد العزيز الروماني يقدم لنا مقارنة بين أرقام المندوبية السامية للتخطيط وتوقعات مشروع قانون المالية للعام 2016 القومي. أعلن أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط عن أرقام كثيرة حول الشيخوخة والفقر والصحة والبطالة. وقال الحليمي في ندوة لتقديم نتائج الإحصاء قال إن 45% من المغاربة البالغين فوق 50 عاما لا يتوفرون على أي شهادة تعليمية، وإن عدد الأميين وصل إلى حوالي 8.5 ملايين، وإن الشيخوخة تزداد في المجتمع بنسبة تفوق 1.5%. بالمقابل جاءت الحكومة لتقول إن القانون المالي الذي صادقت عليه يوم الأربعاء الماضي يتضمن إجراءات اجتماعية هامة تهم محاربة الفقر وحماية الأرامل والمعاقين والمرضى. نستقبل الدكتور عبد العزيز الروماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي. دكتور أسعدتنا، أهلا بك. أهلا أستاذة. إذن بين الحكومة والمندوبية من الأقرب إلى الواقع؟ الحكومة عندها عمل مختلف، وخاصة ما يتعلق بالقانون المالي، عن لغة الأرقام التي أتى بها السي أحمد الحليمي. وإن كان من واجب الحكومة أنها تستند على الأرقام في صحتها اللي يعتمدها السي الحليمي. الأكثر واقعية، احنا أمام قانون مالي، فإذا هو يطمح أن يحقق ما أتى به من أرقام، من معطيات، من مشاريع، من أوراش، من غير ذلك. أرقام الحليمي هي أرقام عن الوضع على ما هو عليه الآن. حقيقة أنها تبدو كما قدمتها للجوهرة في التقديم ديالكم، أنها تبدو شيئا ما رمادية، إن لم أقل أنها سوداء نسبيا. ولكن إذا قارناها بالوضع الذي كان عليه المغرب فيما قبل، فيمكن هنا أن نعلم أن هناك تقدم، وإن كان نسبي، وإن كان فهو حثيث، فهو نحو الأمام. أرقام الأمية التي أعلنت عنها هي تختلف عما كان عليه الوضع سابقا. 8 مليون عما كان عليه الوضع سابقا ما قبل، كنا غير في السنة اللي فاتت كنا حوالي 10 مليون. أرقام الشيخوخة أيضا، وهناك أرقام أتى بها السي الحليمي تبشر بخير عن تغيير في الوضع، تخص الزواج مثلا، تخص العزوبية مثلا، تخص هناك تغييرات، تخص الاستهلاك مثلا، هناك تغييرات تخص التعميم، التمدرس مثلا، وهذه نقطة مهمة جدا. هناك تقلص في مستوى الانجاب، يصبح جوج، الاسر يمكن 2 شي حاجه، اسر بامكانها الان ان تتغلب على ميزانيه الاسره، على تكاليفها، على ارهاق التي تسبب احيانا التكاليف الماديه بالنسبه للاسر. هناك ارقام جد ايجابيه، هناك ارقام يجب الانكباب عليها بجديه كبيره من طرف الحكومه من طبيعه الحال، من اجل تحليلها، لان هذه الارقام اتت في الاحصاء، والاحصاء العام للسكن والسكنى له مصداقيه، وهو إلى بغينا نقوله هو ورقة الطريق بالنسبة للمغرب، هو الذي يشرح وهو الذي يشخص وضعنا وأمراضنا واختلالاتنا، وعلينا أن ننظر إليه بجدية كبيرة لنضع العلاجات الضرورية والحلول الضرورية والأوراش الضرورية من طبيعة الحال. إجراءات القانون المالية تعتقد أنها كفيلة بمواجهة ما جاء من أرقام تبدو مخيفة نوعا ما في تقرير السيد الحليمي؟ كي يقول الشاعر، وهل يصلح العطار ما أفسده الدهر. الأرقام التي أتى بها السيد الحليمي هي أرقام تلقي بنا إلى الوراء طويلا، هي حصيلة لسنوات طويلة. لا يمكن لقانون مالي سنوي يطمح أولا في ظل الإرهاسات والعراقيل التي يمكن أن تعترضه، يطمح أن يحقق ما وضعه. لما كنتكلموا على قانون مالي كنتكلموا على حصيلة مالية، وأيضا كنتكلموا على أرضية نلقي بها إلى السنة المقبلة، عسانا نحقق ما يأمله السي بوسعيد أن يحقق
نتحققه في السنة المقبلة أو معه السي بن كيران. إذا الآن نحن أمام وضعية تدعونا أيضا إلى القلق بالنسبة للقانون المالي. إذا ما تغيرت أثمنة النفط فأين أنت وأين القانون المالي الذي أمامك؟ إذا ما كان الموسم الفلاحي لا قدر الله ليس كما كان سابقه، إذا فأنت تكون أمام وضع محرج. إذا ما تغيرت وضعية الاستثمارات والوضعية السياحية أنت تكون أمام وضع يعني مختلف. إذا هذا بالنسبة للقانون المالي. حقيقة أن القانون المالي وضع واحد إجراءات اجتماعية مهما كانت. تفضلي. أريد أن نفتح قوس التوجهات الكبرى الأربع التي تحدثنا عنها فيما يخص قانون المالية، أليست كافية على الأقل تجود بما يمكن الجود به؟ حتى لما كنتحدثوا على بعد مثلا في الفقر، نعم. في وضعية القرى أمامنا الجوهرة مشروع كبير، ورش وطني كبير. هذا الورش اللي ديال النهوض بالقرية المغربية ومحاربة الهشاشة والفقر والعوز في هذه القرى. هذه عدد الدواور تقريبا راه واحد 24 ألف دوار. عدد النسمة راه يعني أيضا كبير بزاف اللي كيستهدفوها من هذه القرى. عدد النسمة اللي محتاجة راه واصلة حتى ل 20 ألف، يعني صعيب بزاف. عدد الدواور 24 ألف، يعني بحال كتقولي كل شيء فقير، يعني وضعيه صعبه جدا. ولكن المبلغ اللي تخصص واللي اعلن عليه الملك في مناسبه عيد العرش الماضيه، اعلن على واحد المبلغ اللي مهم جدا، 50 مليار ديال الدرهم قسماته الحكومه في اطار تنزيل هذا الورش الوطني على 7 سنين. طبعا هنا كنشعروا شويه باللي راه 7 سنين غتوضع فيها 7 المليار ديال الدرهم في كل سنه توجه هذه القرى، وهاد 7 المليار ديال الدرهم غتعالج مشاكل وخيمه جدا، غتعالج حصيله ديال سنوات كما قلت، غتعالج 24 ألف دوار، غتعالج 20 ألف فقير جدا مدقع في هذه الدواوير. طبعا اقول غير ممكن، ولكن كما كيقولوا المغاربه اللهم العمش ولا العمى، يعني بعدا نزيدوا لقدام شويه. هذا وضع طبيعي جدا. نحن امام وضعيه صعبه كما قال السي الحليمي. القانون المالي جاب بعض العلاجات بخصوص مثلا المنح المدرسيه، بخصوص مثلا وضع الارامل، بخصوص مثلا المعاقين، بخصوص هناك اشياء اجتماعيه مهمه، بخصوص التغطيه الصحيه. باني كيرفع عليك الميزانيه ديال وزاره الصحه من 8 المليار ل 13 مليار. هذا رقم مهم جدا ديال الدرهم، رقم مهم جدا بطبيعه الحال، ويعطي امل في تحسين، لان 13 مليار ما عندها ما دير وزاره الصحه طبعا باش نكونوا واقعيين. ولكن ملايين غادي تجيب الا ما كانش عندك 20 مليار و25 مليار في الوضع الحالي. اذا تكتفي بما هو موجود. هناك اصلاحات اخرى قد تساعد من طبيعه الحال، ولكن الحكومه ستواجه صعوبه جدا، لان هناك فشل واضح في الحوار الاجتماعي. هذا شيء مؤكد، خاصه بالنسبه للمشروع ديال التقاعد. الحكومه ما نقصاتش من الضريبه العامه على الدخل، وهذو كانوا كيتوقوه بزاف الناس، لا بالنسبه للموظفين ولا بالنسبه للمأجورين ولا بالنسبه للشركات، باش تحسن شيئا ما الوضعيه ديال هذا. طبعا ما غيرتش في الضرائب، ولكن بالنسبه لصندوق التقاعد قد تواجه معه مشاكل كبيره جدا، لان رفع السن الى 65 سنه، الى قارنا بما قاله الحليمي سابقا بان الامراض تنطلق بعد يعني 62 عام تقريبا، فهذا الاجير او الموظف او غير ذلك اللي غيكون في هذا الوضع ويبقى يستمر في ظل وضعيه ماديه صعبه جدا، من طبيعه الحال لابد من اكراهات ما تواجه هذه. هل من اجراءات اخرى يمكن اتخاذها لمواجهه هذه الارقام المخيفه؟ الآن يجب النهوض أولا بالمشاريع، ماشي فقط الاجتماعية، بالمشاريع الاستثمارية، وهذا نقطة مهمة. إلا ما كناش خدمنا على النمو، الحكومه تتوق بانها ترفعوا ل 3% من طبيعه الحال، ب 3% ماشي ل 3%. احنا كنتوقوا ممكن 3% ممكن اذا، لان السنه اللي مرات سنه جيده، لا على مستوى اثمنه النفط ولا على مستوى السنه الفلاحيه ولا على مستوى المغرب تموقع على المستوى العربي في خصوص السياحه وغير ذلك، ولا على مستوى مداخيل الجاليه المغربيه في الخارج. اذا وضعيه كتعطيك بالنسبه للعمله الصعبه وضعيه جيده جدا. الا قلنا ان عندنا 6 اشهر من الاحتياطي في الوضعيه في المداخيل ديال العمله الصعبه، عندنا تحسن على المستوى الفلاحي كما قلت بالنسبه للسنه. اذا يمكن نطمحوا ان هذا
2015 بعدا فيها واحد 5%. أظن أنه لا شك في هذا الرقم إن شاء الله. بالنسبة للسنة المقبلة إذا ما استمر هذا التحسن فيمكن أن نستمر على هذا الرقم. التغييرات الحالية، التغييرات اللي يمكن تقوم بها الحكومة يجب أن تكون نحو استقطاب استثمارات، تحسين العجز من طبيعة الحال، معالجة العجز التجاري، الميزان التجاري يجب معالجته من طبيعة الحال، الانكباب أكثر على تحريك الديناميكية الاقتصادية للبلاد، ومن طبيعة الحال تواكبها بعض الإجراءات الاجتماعية. هذا شيء طبيعي. الأستاذ الدكتور عبد العزيز الروماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي، شكرا جزيلا لكم على كل هذه التوضيحات. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، نلتقي بخير بإذن الله.